السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل البانيه الكريسبي بطريقة سهلة، وان شاء الله تعجب كل ولادنا واطفالنا. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنتبل البانيه الاول التتبيله بتاعتنا الجميله. الاول هنجيب بصلايه نبشرها وناخد الميه بس، يعني محتاجين ميه البصل، عليها طماطميه مبشوره، وكمان شويه فلفل وشويه ملح وشويه بهارات فراخ، وتوم، فص توم كده هنقطعه شرايح، ومعانا ليمونه كبيره محتاجينها. هنقلب الخلطه الجميله دي كويس قوي مع بعضها، وننزل بالبانيه اللي طبعا هنغسله غسله كويسه. وبعد كده هنبدا ننزل في التتبيله بتاعتنا دي. هننزل البانيه كده قطعه ورا التانية، ونتاكد ان كل قطعه من البانيه اتشربت للتتبيله بتاعتنا دي. طبعا التتبيله بتاعتنا دي جميله قوي. هنزل ان شاء الله المكونات كده في صندوق الوصف. بصوا، نقلب كده البانيه، نتاكد ان هو اتشرب للتتبيله بتاعتنا الجميله دي. البانيه بنحطه في التتبيله يعني مده لا تقل عن ساعتين، عشان يدينا الطعم الجميل اللي احنا بنلاقيه في الاكلات الجاهزه والبانيه الجاهز اللي احنا بنشتريه من بره لاطفالنا. كده احنا يعني ان شاء الله يعني نعمل اكل كده جاهز، زي الجاهز نعمله في البيت، وبلاش نشتري لاولادنا من بره، طبعا عشان نحافظ على صحتهم وكمان عشان نوفر فلوسنا. آه، هنجرب مع بعض، وان شاء الله كل حاجه هنعملها هتطلع جميله باذن الله. بصوا، احنا اتاكدنا كده ان البانيه بننزله في التتبيله ونقلبه كويس قوي مع بعضه، ونسيبه قلنا يعني مده ما تقلش عن 3 ساعات. يعني ساعات انا بحطه من بالليل، يعني بحطه في التتبيله من بالليل ببيته فيها، طبعا بتدي طعم وتست في الاخر يعني جميل ما شاء الله. بصوا كده، وسبته طبعا في التتبيله ودخلته التلاجة، قلنا مده ما تقلش عن 3 ساعات. بعد ما نتاكد انه اتشرب لكل التتبيله بتاعتنا الجميله والخلطه اللي احنا عملناها، كده عدى عليه 3 ساعات، هنطلعه من التلاجة بعد فتره. وبعد كده هنبدا، معانا دقيق ومعانا بيضايه ضربناها بشويه فلفل اسود وشويه ملح، ومعانا كوبايتين بقسماط من الكريسبي وثلاث 4 كوبايات من البقسماط الناعم. هنبدا ننزل اول كوبايه كده من البقسماط الكريسبي. البقسماط يعني مش كله ساده، عندنا البقسماط المطحون، هنشتري بقسماط مطحون، ويعني لو كوبايتين بقسماط من المطحون هنحط عليهم نص كوبايه من البقسماط الاصفر الكريسبي ده. هنقلب ده بده. هنا كان معانا 3 كوبايات بقسماط ناعم مطحون، حطيت عليهم كوبايتين من البقسماط الكريسبي. انتي بتحطي كده بتنزلي البقسماط الكريسبي على البقسماط الناعم وبتقلبي، وانتي بعينك كده وبنظرتك بتشوفي هل هو محتاج تاني ولا لا. لقينا البقسماط الناعم كده، البقسماط الاصفر التاني الكريسبي مش باين فيه، انتي بتزودي تاني انتي من عندك، بس ما تكتريش جامد. هنطلع كده البانيه باطراف صوابعنا، مش عايزه صوابع خالص تنزل في الخلطه ولا في الدقيق. هنزل كده البانيه، قطعه البانيه في الدقيق، يعني يفضل يبقى الطبق اكبر من الطبق اللي انا بعمل فيه ده، طبق اكبر هتاخدي راحتك شويه. هتنزلي البانيه، هتنزليه في الدقيق كده وتتاكدي ان البانيه كله اختلط بالدقيق من الوش ومن الظهر. بصوا، برجع تاني لما بلاقي حته كده مفيهاش شويه دقيق، برجعها تاني للدقيق. بعدين انفضها كويس قوي من الدقيق. بصوا، ما سبتهاش الا لما بصوا دي اختلطت بالدقيق من الوش ومن الظهر. طلعناها من الدقيقه، نفضها كويس قوي وننزلها في البيض، بيضايه وشويه فلفل وشويه ملح. هننزلها في البيض، هنطلعها من البيض،
هنصفيها كويس قوي من البيض كده. وبعد كده ننزل في خلطة البقسماط اللي عملناها. بصوا وبعد البقسماط المطحون والبقسماط الكريسبي. هنبدأ كده ندفن قطعة البانيه كده، ندفنها في البقسماط. يعني يفضل طبق زي ده واسع قدامنا كده، ونبدأ ندق عليها بايدينا كده، نتأكد ان البقسماط مسك فيها، ونحطها في الطبق. هنبدأ نرص كده قطعة ورا التانية. طبعا هنعمل نفس خلطة نفس قصة البانيه لما تبلناه حطيناه في التلاجة. برضو بعد ما هنعمل البانيه بالبيض وبالبقسماط، هندخله برضو التلاجة حوالي نص ساعة كده، عشان نتأكد ان هو مسك وما ينزلش معانا في الزيت او يهدر معانا كمية الزيت. هنطلع البانيه من الدقيق للبيض، ومن البيض للبقسماط. انا كنت بعمله بالبقسماط العادي الناعم بس، لكن جربت الخلطة دي لما لقيتها جميلة قوي ما شاء الله، فقلت انزلها لكم تعملوها، وان شاء الله تعجبكم كده. وتقولوا لي وتشاركوني في التفاعلات، وتدوسوا لايك، وتشتركوا في القناة، وتفعلوا الجرس علشان ان شاء الله انزل لكم بوصفات تانية كتير. وهنكرر نفس العملية. البانيه هننزله في الدقيق، ومن الدقيق للبيض، ومن البيض. طبقة الدقيق دي بتخلي البيض يمسك قوي كده، ويبقى ليه طعم جميل بعد التحمير. وبعد كده هنطلعه ننزله في البقسماط، نبدأ ندق كده بأطراف صوابعنا الحركة دي كده، عشان البقسماط يتماسك معاها ويمسك فيها كده وما ينزلش في الزيت معانا. هنفضها كويس قوي، هنوديها كده في الطبق، ونكرر نفس العملية لحد ما كمية البانيه اللي معاكي تخلص. ده نص كيلو بانيه الكمية اللي انا عاملاها دي. بعد كده هنحطها في التلاجة ونطلعه بعد نص ساعة، ونسخن شوية زيت، وبعد كده نبدأ نحمر البانيه. مش هنقلبه خالص ولا هنقلبه على الوش التاني الا بعد يعني فترة ما نتأكد بالشوكة كده ان الوش التاني نشف معانا وتحمر، فنبدأ نقلبه. قبل كده ما ينفعش تقلبيه عشان البقسماط ما يفكش منك في الزيت. كده رصيناه اهو في الزيت ما شاء الله. طبعا يعني هتجربوه طعم وريحة وشكل، يعني ولادكم هيقولوا لكم اعملوه كل يوم. يعني حتى لما تسيبيه شويه كده بيتن زي ما هو كده، ناشف كده ومخرشف وجميل يعني، ومقرمش وجميل. بصوا ما شاء الله، زي ما انتوا شايفينه كده هتطلعوه من الزيت. ما شاء الله مقرمش وبجد تحفه يعني، خطير والله. خلصنا البانيه كريسبي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، اهو لونه جميل تحفه. وعملنا شويه مكرونه جميله جنبه. بصوا البانيه، بصوا القطعه ناشفه ازاي ومقرمشه. هوريها لكم من جوه دلوقتي مستويه. طبعا علشان احنا يعني لما نيجي نقلي البانيه بنحطه على اصغر عين من عيون البوتاجاز بتاعنا، عين القهوه، ونسيبه كده يستوي ويبقى براحته، عشان ما يبقاش ني من جوه ومستوي ومتحمر من بره. فاحنا لما نيجي نقلي البانيه خلينا يعني نستخدم العين الصغيره. بصوا البانيه طلعت لكم القطعه من جوه، بصوا مستويه ازاي. بصوا الطبقه التانية يعني ادتنا حجم اكبر من الحجم الطبيعي. بصوا الجمال. يعني بصوا جميله ازاي. عملنا مكرونه جنبيه جميله. وعملنا حطينا شويه مخلل من الليمون اللي احنا كنا عاملين، الليمون المعصفر. بصوا ما شاء الله تاني يوم انا اكلت منه على طول، يعني استوى معايا تاني يوم. كنا عاملينه بطريقه جميله. تابعوني كده، اللي ما شافش الوصفه يرجع تاني للقناه ويشوفها. بصوا يعني خلصت الاكله معانا النهارده. عملنا البانيه بطريقه ووصفه سهله وبسيطه. يا ريت نجرب كلنا كل حاجه في البيت. مره ممكن نفشل ومره ننجح، بس يعني ما نعتمدش على اكل بره عشان ظروفنا دلوقتي كلنا، وكمان عشان صحه ولادنا ومخاطر الاكل اللي بره ما احناش عارفين اصلا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.